عودة الثنائي الأشهر في الإعلام المصري. وفعلا عمرو أديب رجع للإعلامية لميس الحديدي. السوشيال ميديا كلها مقلوبة، ما بيتكلموش غير عن الموضوع ده. مين كان يتخيل إن بتاع المستحيل عمرو أديب هو اللي يقرر إنه يصالحها؟ والكل بيسأل، معقول حب عمرو أديب للميس طلع ما يسيطر عليه لدرجة إنه ما قدرش يبعد عنها؟ هو اللي صالحها وقرر إنه يفتح معاها صفحة جديدة، نقطة من أول السطر، رجعها لعصمته تاني. ظاهر إن عمرو أديب اكتشف إنه ما يقدرش يبعد عنها، ده بعد 21 سنة. قرر إن هو يصفي كل الخلافات. قالوا إن لميس الحديدي وافقت على الصلح لأنها كانت مستنية اللحظة دي اللي يرجعوا فيها لبعض، يرجعوا لحياتهم ولبيتهم اتعودوا عليها سنين طويلة. نشرت خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار قالوا إن هم رجعوا لبعض والمية رجعت لمجاريها بعد ما صفوا كل الخلافات اللي كانت بينهم في الفترة الأخيرة. السوشيال ميديا كلها انقلبت والناس بدأت تبارك وناس تانية بقت تدور على الحقيقة. لكن لحد دلوقتي عمرو أديب ولا لميس ردوا خالص على الكلام ده، ولا في بوست ولا بيان رسمي أكد أو ينفي. ترى رجوعهم لبعض ده حقيقي ولا مجرد شائعات طلعت من محبيهم لنفسهم يشوفوهم مع بعض تاني؟ الحقيقة اللي لازم تتقال إن لميس الحديدي بعد الطلاق لوت ونورت وفاقت. بعد الانفصال قللت في عين طليقها تاني عمرو أديب ولميس الحديدي قبل أسابيع احتفلوا بخطوبة ابنهم نور وسط حضور جماهيري كبير من نجوم الوسط الفني والوسط الإعلامي. حفل تصدر الترند. في الآخر بنقول كانت رجوعهم لبعض كله كلام ومحدش يقدر يحسم الموضوع غير لميس وعمرو. الحقيقة إن الإعلامية الجميلة لميس الحديدي تستحق كل خير، ربنا يسعدها ويريح قلبها. ورجوعها لعمرو أديب سعادتها وراحة بالها، ربنا يوفقهم يهدي سرهم. علا يا جماعة بالهنا والسعادة وهدوء البال وهدوء السر.